عموما الكابتن احمد سليمان عمل بيان رد على الكلام اللي بيتقال، وبعدين عمل زي تويته او بوست كده على الفيسبوك وبيؤكد ترشحه لرئاسه نادي الزمالك، وبيقول ان مهما كلفه الامر حتى لو كان حياته وما املك وازاحه ما اساء لهذا الكيان العظيم. دي الكلمات اللي كتبها الكابتن احمد سليمان وهناقشوا فيها ومع التليفون كابتن احمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسه نادي الزمالك. صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد، وحشنا حبيبي والله. انت كمان اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله مستمتعين بينا بيك بالراديو دايما وبالتوفيق ان شاء الله يا رب. ربنا ورجع لك على التلفزيون قريب، خد بالك يعني. كمان ربنا. لا انت طبعا وجه اعلاميه محترمه طبعا، واستاذ وصحفي كبير ونقابي كبير، فربنا يديك دايما في الاحسن يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن احمد. الحقيقه يعني واضح انه فاضل كيل، يعني انتوا كزملكاويه او عدد كبير من الزملكاويه مش بس اللي تعرضوا لاهانات وهم لا يستحقون، هم رموز اساسا في نادي الزمالك، لكن واضح ان انتوا فاض بكم الكيل وقررتوا ان انتوا يكون لكم موقف قوي لاستعاده نادي الزمالك مره اخرى باعلانك الترشح لرئاسه النادي. مظبوط ولا ببالغ؟ لا طبعا الناس متابعه الاحداث اول باول، لكن في حصل. انا طبعا كنت في مجلس الاداره والحمد لله اتركت العمل العام اللي هو التدريب بمقابل، ورحت ارد جميل لنادي الزمالك بدون مقابل. تفانيت، وفي سنه ونص الناس عرفت الحمد لله، والشعبيه الموجوده اللي انا فوجئت بيها بين الزملكاويه واعضاء وجماهير ما انجزناه الحمد لله، مش بوحدي طبعا، بناس كتير كان في مجلس الاداره اللي كنا منتظمين لغايه ما حصل اختلافات وخدنا جنب احتراما لنادي الزمالك، وده بيتنا ما ينفعش اما يحصل حاجه اللي احنا نتناقش فيه رغم ما التعب والمجهود الواحد عمه، لكن تم التنكل بيه اكتر من مره واستحملت طبعا عشان نادي الزمالك. كابتن احمد انا اسالك، هو انت استقلت بتاريخ ايه بالظبط؟ والله ما بحسبش، بس هي حوالي بتاع سنه ونص بالظبط ان شاء الله. انت بعد الزمالك ما جيت بالدوري والكاس؟ كنا في الزمالك والدوري والكاس. يعني انت بعد السوبر اللي كان في الامارات اللي الزمالك خسره اللي مشي بعديه في لا 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 مش موجود. لا يعني انت في وقت السوبر ده كنت انت استقلت؟ لكن قبلها لكن الحمد لله كنت يعني اخطائي طبعا. الاداره الحاليه اعلنت اكتر من مره ان قدمت 5 مرات استقالتي، لكن طبعا كنا بنرجع عشان خاطر النادي، لكن في فتره معينه انا حسيت ان انا خلاص بتسيب المجال للناس الموجوده عشان مبقاش في صدام، عشان النهارده في اداره بتدير خلاص انت مش قادر تتحمل هذه الاداره وهيحصل مشاكل للنادي وبتاع، فانت بتتحمل على نفسك فتره وبتبعد عن هذا المجال عشان خاطر المركب تسير، وسيبنا الناس اللي موجوده ربنا يوفقها وكنا بندعمها وطلب اكتر من مره من السيد وزير الشباب اللي انا عودتي اكتر من مره، لكن كانت الظروف كانت مستمره فما قدرناش ان احنا نرجع. لكن مع ذلك احنا ناس زملكاويه، انا من الناس اللي اعلم قيمه ومكانه نادي الزمالك الكبيره، لان برضه زي ما قلت قبل كده ان انا ما لعبتش كره نجوميه كبيره مثلا في حراسه المرمى زي كابتن عادل مأمور او نادر السيد او حسين السيد او عبد الواحد فبطلت. فنادي الزمالك استقبلني في التدريب، حبيت التدريب لاني بحب مركز حراسه المرمى. مرنت وانا عندي 23 سنه، كنت مع مستر مقاي وفاروق في اول سنتين معايا في التدريب، خدنا دوري وكاس وافريقيا مع كابتن الجوهري والسوبر. فنادي الزمالك صنع مجد احمد سليمان، اسم احمد سليمان، وما تحقق وما كسب ميداليه، وبعديها بقى منتخبات اولمبي وشباب ومنتخب. كابتن احمد انا يعني انت اندفعت. انا بس يا استاذ محمد عشان هنا يعني عشان برضه هتبقى عارف تجاهي في مكالمتي، انا لن لن اجرح، انا بس بشرح القصه اللي احنا. انا فاهم طبعا، فاهم كويس جدا، لكن انت حضرتك اندفعت لرئاسه نادي الزمالك نتيجه هذا التنكيل بيك واتهاماتك اللي انت شايف ان هي طعن لا يجب انه يحصل، ولا انت بتعمل كده عشان حاسس فعلا ان نادي الزمالك محتاجك وان انت عندك افكارك وعندك برامجك اللي تقدر تقدمها لنادي الزمالك تحقق معاه نجاحات افضل من هو عليه دلوقتي؟ الحمد لله من الخبرات اللي انا خدتها الاداريه والفنيه وفتره معيشتي في مجلس الاداره وتواجدي في، لان زي ما بقول لحضرتك التاريخ التدريب الفني بتاعي ابتدى بدري قوي، يعني النهارده كل مدرب بيبدا يمرن بعد 30 انا مرنت وعندي 22 سنه، ففي 8 سنين قبل تبطيل الكوره الحمد لله خدتهم، فخدت خبرات الحمد لله. وطبعا يعني مش بتفتخر يعني ان اعلى تدريب مدرب كوره في مصر، يعني انا واخد 3 افريقيا، واخد 3 العالم اكبر انجاز،
واخد بطولتين دوري افريقيا مع الزمالك، واخد سوبر افريقي مع الزمالك مع كابتن الجوهري. الحمد لله المجالات ديت. فما ترشحت لمجلس اداره نادي الزمالك، قلت ان انا جاي اخدم مرد الجميل لنادي الزمالك، فاخدت الخبرات والحمد لله اللي انا شفتها وعلاقاتنا بالوسط الرياضي وعلاقاتنا بالوسط العام. فمع الوقت ما حسيت ان انا مش هقدر، يعني ما تجنبت، لان اصطدمت بحاجات كتير جوه العمل الاداري. فعشان كده موضوع الترشيح ليس موضوع التنكيل او انت حاجه. حضرتك يعني في البوست بتاعك كاتب مهما كلفني الامر ولو كانت حياتي. قد كده الموضوع يعني في نادي الزمالك ممكن يكلف البني ادم حياته لو فكر انه يرشح لا نفسه؟ هو طبعا الناس تعلم ان الموضوع في تجريح كتير وفي اساءات كتير لشخصنا، لكن احنا بنستحمل لنفسنا. يعني انت النهارده لما اكون مع باباك ومامتك وهم تطاولوا عليك مش مشكله تستحمل عشان الاب والام، احنا استحملنا كتير عشان خاطر نادي الزمالك. لكن في فتره الاهانات جبت ناس كتير جدا وجبت النادي شخصيا. لما اتقال كلمه القطب الواحد دي اثرت فيا انا شخصيا، لان اعلم نادي الزمالك. على هذا الاساس بعد تفكير بقاله فتره واكتر من مره خدت القرار. مع ان انا كلفت حياتي ان انا مفيش عندي تراجع في هذا الموضوع، يعني حتى ما كلفني الامر كلفني اي شيء، يعني انا نادي الزمالك انا كاتب وما املك وازاحه من اساء لهذا الكيان العظيم، تقصد مين؟ لان طبعا تواجدت في نادي الزمالك وشفت ناس اساءت لنادي الزمالك كتير جدا. نادي الزمالك كيان كبير جدا، ما ينفعش ان ما نختلف مع حد اللي احنا نسيء له. لازم الناس تحفظ من يمثلون المكان. يعني هل انت جاهز لهذا الصدام او الصراع مع رئيس النادي الحالي؟ ايا كان احنا طبعا احنا كلنا تواصلت حضرتك مع اقطاب النادي او مع يعني في طبعا الموضوع طبعا انا مش غريب على النادي، انا ليا علاقات بالنادي ناس كتير جدا ومع مستوى الجماهير. الحمد لله الواحد ارتبط بالجماهير والاعضاء الجمعيه العموميه وان رموز نادي الزمالك، فحسيت من الناس استشرتهم متوسمه. طبعا ليا ناس مستشارين وناس بنتكلم والكلام ده كله، فالناس عرفت اتجاهاتي الشخصيه يعني. لان طبعا انا جربت فتره مجلس الاداره اللي فات، حسيت ان الصح ليه نظام ثاني يعني. كابتن احمد، هل في اسماء معينه من رموز الزمالك استشرتهم يعني تقول لنا عليهم؟ لا انا مش طبعا ما احبش، مش هقول اسماء اي حاجه خالص. احنا دلوقتي اللي يهمني ان احنا ننتمي كلنا لنادي الزمالك. استاذ محمد انا استنيت القرار لغايه اخر جمعيه عموميه، يعني الجمعيه العموميه اللي جايه انتخابات. القرار واخده من فتره طويله. من بعد استقالة مجلس الاداره بدات ادرس الموضوع اكتر من مره من جوانب كتير جدا، لكن انا شفت ان الوقت المناسب اما تنتهي اخر جمعيه عموميه قبل انتخابات النادي هاخد قراري. طب ممكن يكون القرار يعني ما ممكن يكون بدري شويه، لكن احنا ما بنعرفش قانون الرياضه وضعه ايه عشان ابدا اجهز نفسي. طبعا انت داخل انما الموضوع بالنسبه لك ما فيهوش تراجع، خلاص خلصان يعني؟ لا طبعا انا وضحت في كلمتين خلصت الموضوع كله وانا مستمر في الموضوع كله. اعلان كابتن ايمن يونس بالترشح نائب رئيس بالتنسيق معاك ولا هو لوحده؟ لا ما نسقتش مع كابتن ايمن بامانه يعني، لكن دول كابتن ايمن زميله بنتكلم مع بعض على طول واخ ونجم كبير زملكاوي. يعني ممكن تعملوا قائمه تواجه اي حد في الانتخابات؟ والله الموضوع يعني الموضوع كله هتبقى في حاجات سريه، عشان رقم واحد يهمني كاحمد سليمان استقرار نادي الزمالك. اي حاجه معلنه غير موجوده، اي اساءات مش هنتجاوب فيها. احنا يهمنا دلوقتي نادي الزمالك، استحملنا كتير عشان النادي ونستحمل اكتر من مره عشان خاطر نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. الاداره الحاليه اتمنى ان هي تركز في فريق كره القدم، تركز مع النادي. ما يهمنيش يعني يهمني دلوقتي فريق كره القدم. ما ينفعش نادي الزمالك الهزائم المتتاليه الفتره اللي فاتت، ما ينفعش نادي الزمالك احنا ما عملنا الفرقه بتاعت 2014 كان في دماغنا ان نادي الزمالك يحصد بطوله 4-5 سنين، لكن حصل بعد ما مشيت الفرقه دي كانت مكونه بنسبه 90% 80% كلها عناصر جديده. كان الامل ان يضاف عليها اعداد بسيطه كل سنه نسبه او 10 20%، لكن جه عليها 8 فرق واخدوا دوري وكاس، تم اضافه 28 لعيب عليها، وده كان عدد كبير جدا في فرقه واخده بطوله. بوظ قوام الفرقه، ده عدد يبوظ قوام اي فريق طبعا. ده طبعا دي الخطه اللي كانت مع مجلس الاداره، وكان في اتفاقيات ان الترتيب القصه كلها تبقى احلال وتبديل بنسب يعني. تمام. لكن طبعا ان كامل العدد ده كان يبقى مع اللعيبه طبعا مؤثر تاثير فني. اتمنى المدير الفني الجديد دي مرحله
انا اسف طبعا معاك بالكلام، لان انا عايز طب احنا زمايلكم. احنا كابتن احمد يكون بينا حلقه، ممكن تيجي لنا الاستوديو ونعمل حلقه ونتكلم ونسمع ان شاء اراء الناس، الله احنا ننسقها يعني. لا ان شاء الله طبعا هيبقى ليا الشرف، ولكن انا اللي يهمني في الفتره الحاليه، انا خلاص خدت قرار الانتخابات، ابدا افكر بيني وبين نفسي ايه اللي انا اجهزه لنادي الزمالك، ايه اللي انا اعمله الفتره اللي جايه. فتره هدوء كامله جدا، خدت هدف معين قدامي. لا اذا كنت بتحلم في الانتخابات بالهدوء تبقى غلطان، عشان تبقى بس نقصر الكلام. احنا في فتره انتخابات. بص يا استاذ محمد، بص يا استاذ محمد، لا اجز من دلوقتي هدوء مين؟ بص لا مش احنا بص يا استاذ محمد، احنا هنحاول نعمل نموذج لنادي الزمالك. زي ما انا يوم استقلت اديت مثال ان انا مصر كلها، انا سالت مره مع كابتن حسن شحاته وما فتحتش بقي. كابتن احمد انت لازم تبقى واقعي، لازم حضرتك تبقى واقعي. خلينا، ما انا هجيلك اتصلت مع كابتن حسن شحاته، حتى هذه اللحظه ما حدش في مصر عارف انا سالت مع كابتن حسن شحاته ليه. ايام الشرجه الاحترام لنادي الزمالك. مظبوط. كابتن حسن شحاته كان عايش راجل افضل كبير عليا، وكان مدير فني معايا ورجعنا سوا، وبعد 3 شهور قدمت استقالتي في هدوء وانسحبت. برضه عملت المره دي ان احنا انسحبنا في هدوء، وكانت العلاقه كويسه الى ان بعض الحاجات، لكن برضه في فتره انتخابات دي حق الجمعيه العموميه هيتشرح لها ما دار في النادي من الف اي تو زد. لازم من حقهم عليا انا كاحمد سليمان، أنا الناس ادتني اعلى الاصوات فروم اي تو زد. ده يعني ورق بقى وقصص وحواديت كده، ولا اي تو زد؟ ما فيش داعي. لا في كل حاجه تتشرح بواحد 2 3 4. انا جيت سنه ونص، سنه ونص اللي انا في وجودي في قاده المجلس، اللي انا شفته ايه الصح والغلط، وايه الفتره اللي جايه المفروض يبقى كذا. والفتره اللي انت انقطعت عنها عن المجلس واستقلت برضه عندك تفاصيل عنها ومعلومات وحواديت؟ لا الحاجات معلومه، الحاجات كلها على الملأ، يعني الحاجات كلها على الملأ، فتشرح للناس كلها باحترام وبادب. اي تجاوز في الفتره بتاعت الانتخاب دي هيبقى سهل جدا الاساءه، سهل ان انا سوري ان انا اعلي صوت، انا بكلمك بوضوح جدا، سهل جدا ان انا اعلي الصوت، سهل جدا ان انا اتطاول في الكلام، ده سهل. لكن احنا دي مش اخلاقياتنا، لان بننتمي لكيان كبير اسمه نادي الزمالك، نادي حلمي زموره، نادي نور الدالي، نادي حسن عامر، اسماء كبير جدا. حلمي زموره اتشال بقى، خليه نادي فاروق جعفر، خليه نادي عبد اللطيف ابو رجيله، لان حلمي زموره اتشال خلاص. فاسماء كبيره، حازم امام، ميدو، اسماء كبيره. ده نادي كبير قوي طبعا. عموما كابتن احمد، احنا بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى ان يولي الله من يصلح داخل نادي الزمالك باذن الله. طبعا باذن الله. وفي الاخر القرار هيكون في ايد الجمعيه العموميه.